هذا جاء رجل إلى عالم وقام يشتكي له، قام يقول أني أنا حزين، أنا الله سبحانه وتعالى خلقني فقير، ما عندي بيت نفس الأوادم، لقمة العيش صعب جدا أن أنا أحصل عليها، راتبي ما يكفي وإلى آخره. قام يتشكى له، فقال له العالم طيب أنا بسألك كم سؤال وأبيك تجاوب بكل صراحة. لو قلت لك أني أنا الحين باخذ منك عيونك وتصير أنت عمي وأعطيك مليون دينار، تقبل؟ كان يقول لا والله ما أقبل. كان يقول طيب تكون أنت أخرس وأعطيك مليون دينار، تقبل؟ كان يقول لا والله ما أقبل. كان يقول طيب تكون بدون عقل، ناخذ عقلك وتكون كأنك مجنون، تقبل؟ كان يقول لا والله مستحيل، انت ايش قاعد تقول؟ كان يقول تقبل ان احنا نقطع ايدك ونقطع رجلك ونعطيك مليون دينار، هل تقبل بهذا الموضوع؟ كان يقول لا والله مستحيل، انت اصلا قاعد تقول اشياء مستحيل اني انا اقبل فيها. فقال له هذا العالم طيب انت ما تستحي انك انت تشكو خالقك؟ انت ما تستحي انك انت ذكرت كل النعم اللي موجوده عندك وقمت تتذمر على النعم اللي الله سبحانه وتعالى ممكن ما اعطاك اياها، وممكن اساسا في منع الله سبحانه وتعالى بانه يعطيك هذه النعمه ممكن فيها حكمه، فيها خير لك باذن الرحمن، لكنها مخفيه. فارجوك انت قبل لا تتذمر على النعم اللي الله سبحانه وتعالى ما اعطاك اياها ولا وهبك اياها وشفتها عند غيرك، لا تنسى النعم اللي موجوده عندك. بالله عليكم لما كنا في بطون امهاتنا هل احنا دعينا الله سبحانه وتعالى وقلنا يا رب عطنا عيون، عطنا انف، عطنا فم، عطنا اذن، عطنا رجل، عطنا ايدي؟ لا طبعا ما قلنا، لكن الله سبحانه وتعالى عطانا وهبنا هذه النعمه. فالله سبحانه وتعالى دائما متفضل علينا. احمد الله سبحانه وتعالى على النعمه الموجوده عندك، فوالله العظيم هذه النعم اللي عندك غيرك يشوفها احلام.